السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنعمل قرص النواعم. قرص هتاكلوها هتعجبكم قوي ما شاء الله. ناعمة جدا وهشة من جوه وكمان مقرمشة. حاجة كده بطعم من يعني أطعمة الحلويات العيد الجميلة. هنجربها معايا بعض وهتعجبكم بمكونات بسيطة وموجودة كلها يعني جوه بيوتنا. هنعمل كمية من 3 كوبايات من الدقيق. هنعمل الكمية الجميلة اللي قدامكم دي ما شاء الله حوالي 20 قرصة. ونقول بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اول حاجة هنجيب ال3 كوبايات من الدقيق، هننزل بيهم ونحللهم كويس قوي. دي تاني كوباية من الدقيق، وهننزل بتالت كوباية من الدقيق. معانا معلقة من الخميرة وشوية من السكر، ذرة سكر وذرة ملح وربع معلقة من البيكنج باودر، كوباية من السمنة. هنقلب كويس قوي كل المكونات دي الجافة دي مع بعضها مع السمنة. كل مكونات النهاردة العجينة بتاعتنا هنقلبها مع بعض، ولما تختلط مع بعضها هنبدأ نبسسها بايدينا كده زي عجينة الكحك بالظبط والقرص. ومعانا فنجان صغير من اللبن. المفروض انا بعمل ميه لان انا اللبن خلص من عندي في الوقت ده، فاستبدلته بميه عشان العجينه تلم معانا. يبقى لازم يا لبن يا ميه، بس يفضل لبن لان بيخلي العجينه معانا يبقى لونها ابيض من كده. هي دي طلعت جميله ما شاء الله، هتشوفوا النتيجه في الاخر، بس اللبن افضل، نستعمل لبن في الوصفه دي. ومعانا شويه من الزيت صغيره، ده اللي بيدينا القرمشه والخرشفه كده. خلاص عجننا العجينه عجنه كويسه قوي، حطينا شويه الزيت في الاخر، عجننا العجينه معانا لحد ما لمت خالص في ايدينا. وبدأنا كده نغطيها باي كيس عندنا، هنغطيها حوالي ساعة ساعتين، احنا محتاجينها ترتفع معانا وتخمر. وهنا هنكون مجهزين الملبن بتاعنا، قطعناه عملناه كده على شكل كور صغيرة، كل قطعة على قد القرصة اللي هنعملها. ومعانا سمسم ابيض محتاجينه كمان معانا. ودي العجينة بتاعتنا اهي بعد ما ارتاحت وخمرت معانا الخميرة مع البيكنج باودر. بصوا خلوها ما شاء الله، بصوا العجينة ما شاء الله محتفظة ازاي بطريانها وجميلة ازاي ما شاء الله. هنبدأ ناخد قطعة من العجين كده ونحط جواها قطعة الملبن ونكورها كده على شكل كورة. بعد كده نضغط عليها بايدينا ضغطة بسيطة كده من فوق كده بالشكل ده. وبعدين هننزلها في السمسم ونطلعها. لو لقينا السمسم معانا كتير ممكن ننفض شوية من الزيت من السمسم كده وبالشكل ده. عملت نص الكمية بالملبن ونص الكمية تاني بالزعتر والسمسم، شوية من الزعتر على شوية من السمسم كده، قلبتهم مع بعض وحطيتهم في القرص اللي بالجبنة. يبقى كده عملنا نص القرص هنا بالملبن ونص القرص بالجبنة. القرص بالجبنة مع الزعتر والسمسم ادت ريحة وطعم يعني بجد تحفة ما شاء الله. وهنا القرص التانية دي بالسمسم بالملبن. هنسيبهم يعني هنغطيهم ونسيبهم حوالي برضو ساعة كده يرتفعوا معانا. وبعد كده هندخلهم على الفرن. هنوطي النار وهنولع الشعلة اللي تحت، وبعد كده يعني 10 دقايق وهنطفي، وبعد كده نولع الشعلة اللي فوق وبتبقى على نار هادية عشان تستوي من فوق ومن تحت. وبعد كده هنطلعهم ونحطهم في اي طبق او اي صينية معاكي، وتغطيها بالكيسة بالمنظر ده عشان تحتفظ يعني تبقى طرية معانا تنشفش. وبصوا ما شاء الله حاجة كده تحفة وجميلة. بصوا القلب عامل ازاي، وصوا الملبن جواها ناعمة جدا ما شاء الله ومقرمشة معانا كده. شكل القرص وطعم الكحك جميلة جدا يعني، عشان كده بنقول عليها قرص نواعم. جربوها جميله ما شاء الله ما شاء الله. بصوا والكميه دي بمكونات بسيطه ان شاء الله مش هتكلفكم كده، هتجربوها وان شاء الله تبقى الكميه بعد كده معاكم يعني اكبر. بس جربوا بالكميه اللي انا عملت بيها دي وان شاء الله هتعجبكم وبالف هنا وشفا. ويعني ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتدعموني علشان ان شاء الله انزل بفيديوهات جديده. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.